يا صباح الورد على عيون اغلى واحلى متابعين في الدنيا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده انا كنت في الوكاله في جوله. تمام، الفيديو ده هينزل لكم النهارده بس انا مصوراه امبارح. دي كانت جوله الاربع امبارح. تمام، لقيت بقى الشاب ده عنده شويه استوكات بالتيكت، حاجات كده ولا اروع بصراحه، يعني كلها شي ان وزارة وماكس وكلها بالتيكت. دي مثلا كانت ماركه اسمها ريفا، انا الماركه دي عارفاها وبحبها قوي قوي. اعرف منها يعني كنت جايبه منها ليا انا موديلات كتير، وكان حرفيا كلهم حلوين قوي الماركه دي. تمام، بصوا مفيش قطعه هتلاقوها من غير تيكت، او الفتله اللي هي بتاعت التيكت دي بس التيكت مقطوع. المهم ان ده كله شغل بالتيكت استوكات. بصوا الشياكه قد ايه، حاجات جميله جدا، روعه قوي قوي. وكان في ناس واقفه والله بتنقي عماله تاخد رايي. تمام، الشمس كانت محرقة بطريقة صعبة امبارح. طبعا قبل اي حاجة لازم اشكركم كلكم على تفاعلكم على اللايف. هو التفاعل ما كانش كبير، ممكن يكون في ناس لسه ما وصلهاش اللايف. تمام، عامة انا بشكركم من قلبي والله. بشكر هنا القمر وبشكر كمان ايمان شعبان. نورتيني والله، كلكم نورتوني، ربنا يبارك لكم يا رب. تمام، فعايزه اقول لكم ان اللايف الجاي ان شاء الله هيبقى يوم الحد بعد صلاه العشاء، لاني لقيت متابعه كتبت لي قالت لي خليها بعد كده، قولي بعد صلاه العشاء. تمام، ايا كان بقى صلاة العشاء هتبقى الساعة كام، حتى لو العشاء هتأذن 7، هنخليها بإذن الله بعد صلاة العشاء على طول، يعني اللايف يبدأ مثلا 8. تمام، عامة انا بشكركم والله كلكم من قلبي بجد، ربنا يبارك لكم يا رب. الجولة دي بقى زي ما قلت لكم، انا هنا يعتبر عند محطة مترو جمال عبد الناصر. الشاب ده بيقف هناك اسمه حسين. طب بتغير مكانك يا حسين؟ بيقسم ان هو ما بيغيرش مكانه. قال لي يوم ما بغير بالكتير ببقى تحت الكوبري، يعني برضو جنب المحطة، مش هيوديكوا بعيد. تمام، عنده شغل حلو قوي، كله شغل استوكات. يعني ايه يا شيرين؟ يعني بالتيكت زي ما انتوا شايفين كده، شغلهم حلو قوي. عنده حوالي 3 او 4 استندات. طبعا يعني برضو عايزه اقول لكم حاجه بالنسبه للبث المباشر، ما كانش يعني احسن حاجه، ما كانش احسن حاجه خالص، ولا عجبني انا نفسي بصراحه. وبعدين بس ايه، في حاجات كتير في الاعدادات انا ما كنتش عارفاها طبعا. بس طبعا يعني اي حد اول مره بتبقى اصعب مره. عرفت حاجات كتير في الاعدادات هعملها ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله بس المره الجايه هيبقى اسهل بكتير من اول مره باذن الله، هتتواصلوا معايا على طول. بس ايه، عايزه اقول لكم ملحوظه قلتها في البث عشان انتوا كمان تشوفوها. لو انتي مش مشتركه في القناه، مش هتعرفي تكتبي لي اي تعليق، خلاص مش هتعرفي. تمام، لكن لو اشتركتي هتدوسي على كلمة اشتراك وتدوسي على الجرس وهتدوسي على كلمة الكل، كده هيوصلك كل حاجة بعملها ان شاء الله. وبإذن الله البث الجاي هفكركم من قبلها بفترة كده، يعني مثلا من قبلها بيوم هقول لكم انتظروا البث بكرة، اوعوا تنسوا البث. لكن المرة دي انا قلت متأخر، كانت الساعة حوالي 6، فكله كان بس كانت في ظروف كده، ملحقتش النهار يعني ملحقتش امبارح اقول. تمام، فان شاء الله كل مرة هيبقى احسن من اللي قبلها. هنا كان لبس اطفال ب25 جنيه، وبالمناسبة اللبس اللي هو كله ستوكات ده البلوزات كانت ب85 جنيه، بس كانت ولا اروع من كده. زي ما شفتوا كانت كلها حلوة قوي قوي، بجد جميلة. هنا بقى كان الشاب ده عنده حاجات ب50 جنيه، زي شوية دريسات كده وميني دريس، وبرضو عنده مجموعة بلوزات ب50 بس. وكمان في ولد تاني لقيت عنده حاجات هتشوفوا معايا دلوقتي. انا هنا عند محطة مترو جمال عبد الناصر، كل شوية هقول لكم علشان تبقوا عارفين احنا واقفين فين. بصوا الدريس وشياكته ب50 جنيه بس، وحاجة حلوة قوي. بصوا الشياكة دي بقى، بصوا بقى الحلويات دي بقى، جميلة، بلوزة جميلة، وليها الكباسين اللي هي من تحت دي علشان تبقى مشدودة.
بصوا دي حاجات ب50. في منها بنطلونات، كلها البنطلونات اللي هي الترند اللي بتتلبس اليومين دول. بصوا مش حاجات قديمة ولا حاجة، حاجات حلوة جدا وماركات على فكرة. كنت ببص على البنطلون عشان انا متأكدة ان هو ماركة، بس للأسف لقيت التيكت مقطوع. انا لما بشك في حاجة ان هي ماركة بتطلع ماركة وبتطلع ماركة عالية. بصوا خدتوا بالكم ان انا جبت الكاميرا على الكوبري؟ بصوا شايفين ماركة وحاجة كده حلوة جدا. البنطلونات دي بالظبط انا بشوف ستات وبنات بيخرجوا بيها، مش كلهم بتوع بيت. يعني في ناس ما بتخرجش ببنطلون فبتضطر تقعد بيه في البيت، لكن حرفيا انا بشوف بنات لابسينه في الخروج. بصوا ده الجيب شورت اللي هو طالع ترند ده، كل البنات لابساه، كل البنات والستات. بصوا بقى الواد ده عسلية خالص، عنده شغل برضو حلو قوي. بصوا بصوا معظمه برضو شغل بالتيكت. بصوا بصوا دي زارا، دي ماركة زارا. بصوا بقى البلوزة دي عجبتني قوي ليه؟ تحتها طبقة قطن، تحتها بطانة قطنية. بصوا حاجة كده يعني مش قادرة اقول لكم. وادي الماركة بالتيكت بكل حاجة. بصوا بصوا يا بنات حاجة قمر قوي. الشاب انا قلت لكم اسمه حسين، اسمه حسين. هو ده نفس الشاب اللي عنده شغل استوكات، هو. بس انا كل ما اجي ماشيه يشدني حاجه تاني. بصوا الشميز قد ايه شيك وزاره وحاجه قمر. طبعا يا ريت ما تنسوش بقى اللايك على الفيديو ده. انا بنزل على طول الوكاله وبجيب لكم احسن الفيديوهات. انتوا عارفين وانا بصور الفيديو ده ايه اللي حصل؟ لقيت الكاميرا طلعت. تخيلوا كتب لي ايه؟ كتبوا لي على التليفون تم إغلاق معظم التطبيقات لسخونة الهاتف، لأن أشعة الشمس كانت رهيبة، رهيبة بمعنى كلمة رهيبة. تخيلوا أول ما مشيت ورحت لغاية الظل كده لقيت التطبيقات فتحت. تخيلوا التليفون بيشم كده درجة الحرارة. بس بجد بجد انا اول مره اشوفها دي. فلما روحت كده وبتكلم مع جوزي يعني وكده، قال لي اه طبعا اه طبعا ده التليفون بيسخن. وعنده واحد صاحبه بيقول لي التليفون ضرب من السخونيه. تخيلوا. بصوا الشياكه، بصوا الشياكه والحلاوه والماركه والقمر. بصوا حاجه جميله، حاجه قمر. شايفين؟ دي بقى تقريبا جيمب سوت ولا ميني دريس، مش عارفه، لا ميني دريس. المهم الشغل كله بالتيكت. الحقوا بقى يا بنات كلموه، هو بيقول لي انا متواجد في المكان ده على طول. بصوا الشياكه، بصوا الحلاوه كلها. اللون الاحمر في الكحلي بيدي شكل حلو قوي. بصوا شايفين الشياكه؟ بلوزه شيك قوي. وبعدين لو في متابعات عندها اسئله كتير وعايزين البث المباشر قبل يوم الحد، اكتبوا لي في التعليقات. يعني لو في اي حد عايز البث المباشر قبل يوم الحد، مثلا عايزين تسألوا على حاجة التعليقات مش واصلة، اي حاجة، اتفقوا مع بعض ويعني هناخدها بالتصويت كده، تمام؟ برأي الأغلبية يعني كده بالعربي الفصيح. اللي يعني مثلا لو مثلا 30 حد علق وقال لي عايزين البث يوم كذا، هقول لكم حاضر عينيا وهعمله اليوم اللي هنقول عليه بعد صلاة العشاء، تمام؟ فمستنية بقى تعليقاتكم تقولوا لي عايزين البث يوم ايه، علشان لما بيكون كذا حد في البث او في اللايف، اللايف بينجح اكتر.
لكن لو مثلا 5 6 كده لا ما بيبقاش ليه لازمة. بس طبعا مع احترامي للجميع برضو نورتوني والله. شايفين شوية بلوزات، بقول لكم حاجة قمر. بصوا كل ده انا عند محطة مترو جمال عبد الناصر، حتى ما روحتش لغاية تحت الكوبري، انا كل ده عند محطة المترو يعني، ولا رحت شمال ولا يمين. طلعت من محطة المترو لقيت كل الحلويات اللي انتوا شايفينها دي. بصوا شايفين مانجو، حاجة قمر، ومانجو فعلا يعني احلى من المانجو كمان. شايفين بصوا 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 بقى الحتة دي قد ايه شيك قوي. بجد شيك. شايفين الحلاوة والبقلاوة هتقع مني في الارض معرفش ازاي والله. يعني انا الظاهر الشمس سخنت دماغي، معرفش ازاي راحت فلتة مني كده في الارض مرة واحدة. الظاهر اديتها عين، انا كانت عجباني قوي. بصوا فلتت مني فلتة غريبة جدا. بصوا الواد ده بقى واقف برضو جنب حسين بالظبط. تمام. طبعا انا قصدت اقول له طلع لنا طب كام حته كده منها المتابعين يشوفوا شكلك يا حبيبي، علشان لما يروحوا لك. ب45 جنيه والله الشغل بتاعه، وبجد كان حلو قوي. بصوا شايفين. قلت له استنى استنى ما تستعجلش كده، خلي القطعه من قدام كده عشان اوريها للمتابعين، لاني انا واحده من الناس بحب اشوف الحاجه بتفاصيلها، ما بحبش الكروته. والله عنده حاجات سعرها حلو قوي، 45 جنيه. وبصوا شغل قمر كده. بصوا هنا بقول له يا ابني انت ليه مستعجل كده، يلف الحاجة او يعدل كده وش الحاجة، وما ما الحقش انا نفسي اتفرج الاشلها جري. قلت له لا يا ابني ريح انت بقى، ريح نفسك خالص. شايفين بقول لكم شوية بلوزات ودريسات وميني دريسات حلوة قوي. بصوا الواد يا عيني طول الوقت عمال يقول لي والله يا استاذه انا ما بعتش غير حته واحده. قلت له يا ابني سيبها على الله، والله هبعتهم لك يشتروا ده كله. وراني والله الشماعه عشان اصدق، الشماعه اللي فضيت يعني. قال لي والله يا استاذه بصي الشماعه اهي، والله يا استاذه ما بعت غير حته واحده من الصبح. بصيت له كده وقلت له معلش يا ابني ربنا هيسهل ان شاء الله، وان شاء الله هيجي لك ناس يشتروا منك الحاجات الحلوه دي. قال لي يا رب يا استاذه، طب هيجوا امتى؟ قلت له لا سيبها على الله ان شاء الله يا ابني، وقفتك في الشمس دي مش بالساهل. شايفين الواد واقف يا عيني كأني هبعت له الزباين في ساعتها. طبعا انا بحترم جدا العيال دي والله، بحترم الشباب اللي بتتعب، بحترم الرجاله اللي بتقف كده في عز الشمس عشان تجازف علشان لقمة العيش وعشان خاطر اولادها. مش قادره اقول لكم الناس دي قد ايه كبيره في عينيا وفي نظري. وعايزة طبعا أشكر كل اللي بيعلق تعليقات حلوة، ربنا يبارك لكم يا رب. إن شاء الله يقعد لكم التعليقات الحلوة دي في ميزان حسناتكم إن شاء الله، مع بعض في فيديوهات كتير. أنا هنا كنت عند محطة مترو جمال عبد الناصر، مفيهاش أي كلام تاني ولا أي وصف تاني. هسيبلك طبعا رقم حسين تحت الفيديو في أول تعليق مثبت، حسين اللي عنده شغل استوكات بالتيكت كان ب85 جنيه. هسيبهولك تحت الفيديو في أول تعليق مثبت، عشان اول ما تنزلي من محطة مترو جمال عبد الناصر تكلميه على طول انت فين يا حسين، انا شفت لك فيديو على اليوتيوب على شغل كله بالتيكت. طب الشغل ده لسه موجود؟ مش موجود؟ جبت غيره؟ طب السعر كام؟
كل ده تتاكدوا منه بالله عليكم، علشان ما تروحوش على الفاضي وممكن ما تلاقوش حسين ده فارش اساسا. فتاكدوا من كل حاجه، سواء انا او غيري، تاكدوا من كل حاجه. تمام. واحنا في اخر الفيديو اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك ما تنسينيش لايك وشير للفيديو عشان الفيديو يوصل لناس كتير. كنت معاكم شيرين كمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.